البرطمان بتاعي ده فيه ايه؟ انا حاطه في التلاجة. يعني البرطمان ده بقاله سنة في التلاجة. يا ترى حافظة فيه ايه بقالي سنة في التلاجة؟ مفيش اي ريحة، انسي طبعا اي ريحة جواه. انا حافظة فيه كمية توم مقشر. انا بشتريه مقشر، شايفين؟ ده كان مليان لاخره. طريقه حفظ التوم: تحطي التوم المقشر وبتحطي زيت، بتاخدش كميه زيت كبيره لان التوم كان اكتر، وبتفضل من السنه للسنه محتفظه بالتوم في البرطمان في بره التلاجة او في التلاجة. وانا والله حطاه في التلاجة بقاله سنه، مفيش اي ريحه من اي نوع في التلاجة. مش زي ما تخزني توم في حاجات عاديه بتبقى الريحه فظيعه في الفريزر او في التلاجة. انا حطاه في التلاجة. نجهز بقى الملوخية بتاعتنا. نعمل ملوخية، اجيب بطلعه، نجيب هراسة التوم بطلع من البرطمان. شايفين القطعة دي جميلة جدا برضو اهو. نحط التوم من البرطمان واعينه على طول، الباقي او معيناه تاني في التلاجة. بصوا التوم بس ما امسكش بقى ولا اقشر توم، خصوصا في لما نكون مستعجلين بتعملي حاجات كتير. هي كده اهو، شوفي. تحفة. وهعمل الملوخية بتاعتي في ثواني.